تكبير، الله أكبر، تهليل، لا إله إلا الله. جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد. أمني يا جن، أمن يا جن. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الزنبقات السوداء في صدري وفي شفتي اللهب. أي غاب جيت من كل صلبان الغضب. بايعت أحزاني وسافحت التشرد والغضب. غضب يدي غضب فمي ودماء وردتي عصير من غضب. يا سامعا لا ترجو مني الهمس لا ترجو مني الطرف. هذا عذابي ضربة في الرمل طائشة وأخرى في السحاب. وحسبي بأنني قادم والنار أولها غضب. أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد ولكن إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. حذاري من جوعي ومن غضبي. الله أكبر. إن الفكرة إذا ملكت كيان الإنسان عذبته وظلت تحوم حول وجدانه كأنها نحلة. إن لم تجد منفذ لسعت فأوجعت. هنا في أدب الجندية تعلمت كيف تكون الفكرة أقوى من الرصاصة. إذا كان الموت من أجل الحياة مبدأ فإن الحياة بلا مبدأ موت. نحن سعيدين جدا جدا بزيارة أعضاء السيطرة سيادة عبد القادر وسيادة عبد الله دروب والأخ ود الحبشي في الاستخبارات. وسعيدين ياما سعادة إنه من داخل التصنيع الحربي القوة الأولى دخلت. نطمن كل الشعب السوداني وعلى راسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والفريق ياسر العطا وكباشي والفريق إبراهيم جابر والفريق مفضل والفريق اللبيب وكل السودانيين حيهم من هنا والولاية نهر النيل والولاية الخرطوم وكل الإخوة في السيطرة برئاسة اللواء شمس الدين قائد الفرقة الثالثة مشاة. ونحيي القوات المسلحة التي والأعضاء السيطرة الذين خططوا تخطيط جيد لاحتلال البكاش ومناطق حجر العسل والقرى والسبلوغة وفرق السريج وكل القرى والسادة وخططوا تخطيط جيد لاحتلال المصفى وخططوا تخطيط جيد لتحرير المصفى وتحرير التصنيع الحربي وإن شاء الله قاعدة تجري. نحن نقول وطني حملت صوتك في قلبي وأوردتي فما عليك إذا فارقت معركتي. أطعمت للريح أبياتي وزخرفها إن لم تكن كسيوف النار قافيتي. آمنت بالحرف إما ميتا عدما أو ناصبا لعدوي حبل مشنقتي. آمنت بالحرف نارا لا يطير إذا كنت الرماد أنا أو كانت طاغيتي. فإن سقطت وكف رافع علمي سيكتب الناس فوق الغبر لم يمت. نقدم إليكم سعادة اللواء عبد الله دروب في كلمة بقيادة السيطرة إن شاء الله. وأعز الجندة وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله من غب ومن فعل. أول حاجة أنا داير أذكر حاجة واحدة إنه هذا النص كله لله وبتوفيق من المولى عز وجل. والله لا بقوتنا لا بعداتنا لا بآلياتنا. يعني الفتح الليلة تم ده نحن الآن جايين لكم من وين؟ من البصرة. الله أكبر. وجينا هنا ده وجيناكم هنا لأمر مهم نخبركم به. طبعا التصنيع ده مهم يعني هي منشأة استراتيجية كبيرة جدا وانتم اختاروكم لها عشان تحققوا الهدف ده وحققتوه الحمد لله بنجاح. طيب فيها جانب مهم جدا فيها مصانع حساسة وفيها مواد فيها جانب من الخطورة. احنا دايرين انكم انتم تحافظوا على المسألة دي. المخازن المقفولة ما تفتحوها، المناطق الخطرة ما تصلوها لغاية ما يجوا اخواننا في المنظومة وهم حيجوا ان شاء الله. وبعد ذاك نحن حننطلق ونخلي لهم بناء بحراساتهم وحننطلق قدام. الله اكبر. هسه الغرض خلانا نحن اخونا شمس الدين ربنا يحفظه خلينا قدام هناك بخطط اخواته ماشي على شنو؟ على القاعدة. لكن الضرورة نحن املت علينا انه شنو؟ الضرورة أملت علينا إنه شنو؟ نجيكم ونخبركم شنو؟ بأهمية الموقع وأهمية المواد شنو؟ الموجودة وأهميتكم أنتم بالنسبة لنا. نحافظ عليكم ونحافظ على شنو يا جماعة؟ على المواد الموجودة لغاية ما يجي شنو؟ الناس. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نحن نهدي هذا النص
لكل القوات المسلحة وكل القوات الساندة لها والشعب السوداني، ونترحم لكل الشهداء، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى ويفك الأسرى إن شاء الله بإذن الله تعالى. قدام إن شاء الله. الله أكبر. نحن بنقول بعزم أكيد ورأي سديد سنمضي حسيسا إلى ما نريد، نشق الصعاب، نخوض المحن، نحيا كراما الله أكبر. نقدم سيادة اللواء عبد القادر يمثل الجهاز في سيطرة المعادين، وفليتفضل مشكورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نحن نحمد الله كثيرا حمدا كثيرا حمدا مباركا فيه، إننا اليوم خلاص حققنا كل المراحل بتاعتنا بتاعت الوصول إلى المصفى والوصول إلى القاعدة، وإن شاء الله من هنا إلى قاعدة الكرم. الله أكبر. في هذا المقام نذكر إخوتنا الذين سبقونا في هذا المتحرك، الذين ذهبوا إلى ربهم شهداء، أخونا الشهيد عبد العزيز، وأخونا حميدو، وأخونا غبوش والدومة، ومحمد عبد الحي، كلهم نسأل الله تعالى أن يتقبلهم، وهم قدموا دماءهم مهر لهذا الانتصار، ونهدي هذا الانتصار نهديه للشعب السوداني أولا، ونهديه للسيد القائد العام وللإخوة مساعد القائد العام ونائب القائد العام، وللأخ المدير العام لجهاز المخابرات العامة ونائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وعبركم نحن نرسل التحية لكل اخواننا المنتشرين في كل المحاور في كل انحاء السودان، ونسال الله تعالى ان يعجل لنا من النصر ان شاء الله، والنصر ان شاء الله قادم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله أكبر. الله عليك الله على عجلة. احنا ماشيين لحجنا الله أكبر.